إلا بعد إيجاد جثث. لكن كما نقولوا احنا عند الشدة تعرف الرجال. نذكر أن الجزائر لما المغرب ترشح لاستضافة كأس العالم رغم كل التوتر الموجود بين الجزائر والمغرب صوتت لصالح المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية ودول الخليج كلهم صوتوا لأمريكا ضد المغرب، حتى يعرف شعبنا المغربي راي الرجال تعرف عند الشدة. مالكم كان إخوانكم في المغرب العربي لا الصهاينة يفيدوكم. أنا متأكد أن الصهاينة لم يحسوا بألم وحزن مثل ما نحس به نحن. هم يستفيدوا ويضحكون على كل العرب. قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق في المغرب. نعرف أن الحدود مغلقة البرية من عام 94 تم منذ سنوات قليلة غلق الأجواء، يعني الطائرات لا تمر، مثلا طائرة سعودية وقطرية لا تمر فوق الجزائر وتذهب إلى المغرب، تمشي عبر البحر أبيض المتوسط. الآن هذا قرار رئاسي فتحت الأجواء حسب ما جاء في بيان الرئاسة اليوم ظاهرة السبت، يعني اليوم العشية. فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق. قال لهم هذا بيان الرئاسة، نضع كل إمكانياتنا لكم. شفتوا ما معنى الرجولة، ما معنى أنك تقف مع أخيك وقت الشدة. راهو لا ينفعك لا صهيوني، لا ينفعك فرنساوي، لا ينفعك إسباني، ولا ينفعك ناتو ولا غيره. ما ينفعك كان أخوك وقت الشدة. وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة.